السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا ازهار علي ودي قناتي، يشرفني متابعتكم ليا. النهارده هنعمل وصفة لذيذة جدا، وصفة سهلة جدا ما بتاخدش وقت معانا، وهي وصفة الكفتة. كفتة عادية جدا، كفتة في الفرن. هنعملها بطريقة سهلة، طريقة مبسطة، مش هتفك معاكي على السيخ، مش هتسود منك، مش هتغمق منك، والطعم ولا اروع من كده. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة معايا نص كيلو لحم مفروم خشن عشان يظهر طعم الكفتة في بقي. تمام. تاني حاجة، ده سر كبير من سر المطاعم، معلقتين كبار نشا. طيب، وهنقول دلوقتي فايدته ايه. معلقتين كبار فيجيتار سايب من عند العطار. تمام. معايا 7 بهارات، معلقة كبيرة من ال7 بهارات، معلقة فلفل اسود، معلقة قرفة، وهنقول فايدتها ايه دلوقتي، معلقة شطة ودي تبع الرغبة، بصلاية كبيرة مبشورة على المبشرة او في الكب. طيب نقول دلوقتي فايدة النشا ايه. فايدة النشا ان البصل فيه مية، فيه سوائل، واللحمة بتبقى طرية. فالسوائل دي لما بنحطها على النار بتبدأ السوائل دي تتبخر او تنزل. لا، هنا بقى النشا فايدته ان هو بيمتص السوائل دي وبيحبسها داخل صباع الكفتة فتقوم ما تكشش. تمام. طيب، فايدة الفيجيتار ايه؟ بيمتص السوائل اللي هي في اللحم. تمام. طيب، في فايدة كمان للنشا، ان هو ما بيغمقش لونها، بيفتحها. طيب، الشطة طبعا قلنا تبع الرغبة. طيب، ايه فايدة القرفة؟ ما انا حاطه 7 بهارات وفلفل اسود. ايه فايده القرفه؟ فايده القرفه ان البصل بيبقى ليه ريحه يعني شاذه شويه، فالقرفه بتغطي لي على الريحه دي. بس ما نكترش قرفه، يا دوب سنه صغيره على طرف المعلقه عشان ما تضيعليش طعم اللحمه الاصلي. يلا بينا نشوف هنحط المكونات ديت ازاي. اول حاجه هنضيفها هي البصل، الشطه تبع الرغبه، سنة القرفة عشان ريحة البصل، الفلفل الأسود، 7 بهارات تودي الطعم في حتة تانية، معلقتين النشا عشان يفتحوا لي اللون ويحبسوا لي السوائل جوه صبع الكفتة فما يكشش، معلقتين الفيجيتار، وهبدأ أقلب كل ده. بس الأول أحط شوية ملح، معايا نص معلقة ملح عشان مش تطلع حادقة قوي، وابدأ أقلب. وأهم حاجة العجن كويس جدا عشان اللحمة تفتل معانا. تفتل يعني تبقى متماسكة. فضلت أعجن فيها لما بقت متشابكة وبمط فيها زي ما انتوا شايفين الفتل دي، هي دي النتيجة اللي أنا عايزاها. هبدأ بقى أجيب الشيش طاووق اللي هو عيدان الشيش طاووق، وأبدأ أصبع عليها صباع الكفتة. ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتوا شايفين يا حبايبي صبعت الصباع، وبعمل بحلقة بالإبهام والسبابة زي ما انتوا شايفين كده عشان أطلع صباع اللحم. شايفين متماسك ازاي؟ ما شاء الله. شايفين أنا عمالة أهز فيه مش بينزل بسبب الفيجيتار والنشا. دي الصينية يا حبايبي اللي هبدأ أرص فيها. دهنتها مادة دهنية، أي مادة دهنية، سمنة، زبدة، زيت، براحتك، أو ميكس براحتك جدا. دهنتها بسيط، وهبدأ أرص فيها الصوابع اللي أنا صوابع الكفتة اللي أنا عملتها. شايفين متماسكة ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. أبدأ أهي ما شاء الله. شايفين؟ هرص في الصينية، وأبدأ أعمل صباع تاني اهو يا حبايبي. الصباع التاني، وزي ما قلت لكم بالسبابه والابهام هعمل العلامه دي. شايفين؟ عشان تطلع الكفته زي بتاعه المطاعم بالظبط. شايفين ما شاء الله المنظر؟ شايفين متماسكه ازاي؟ بسبب النشا والفيجيتار. واهم حاجه النص كيلو لحمه عليه 150 جرام دهون.
ما تزوديش عن كده، عشان لو زودت عن كده اول ما تحط الكفته في الفرن هتكش منك. لكن لو اتبعتي اللي هي المقدار ده مش هتكش منك يا حبيبتي. وابدا اطلع صباع الكفته بالراحه زي ما انت شايفه وارص، وهكذا. اهو يا حبايبي خلصت تصبيع الكفته، عاملاها زي المطاعم بالظبط، والريحه مش قادره اقول لكم برغم انها لسه ما استوتش. ما شاء الله تبارك الله. مسخنه الفرن قبلها بربع ساعه، سخن جدا جدا جدا. واغلب الشيفات بتقول لنا على النقطه دي، بيسالوهم يقولوا لهم ليه بنسخن الفرن، يقولوا لهم عشان نصدم اللحمه، بس ما بيقولوش على السبب العلمي. السبب العلمي ان اللحوم او الفراخ او اي لحوم بتدخل الفرن او بتتعرض للحراره العاليه بتنتج مركبات ضاره. المركبات دي اسمها امينات غير متجانسه الحلقه. الامينات غير متجانسه الحلقه دي خطيره بالجسم وضاره جدا بالجسم، فاحنا بنتلاشاها بالبهارات والتوابل اللي بنحطها في اللحمه وبالحراره العاليه. دلوقتي اسيبكم واحطها في الفرن ونشوف هنقدمها ازاي يا حبايب قلبي. وهي حبايبي الكفته طالعه بسم الله ما شاء الله. الريحه والله يا جماعه تحفه جدا جدا جدا، والطعم ولا اروع من كده. بسم الله ما شاء الله. وشايفين ما خستش خالص، الصباع بحاله وحجمها زي ما هو، والريحه تحفه جدا. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.